نشوف الخبز بتاعنا وجميل. شايفين؟ اللهم صل على النبي. نسيبه 5 كمان كده. العدس بتاعنا يا جماعه هنسيبه يبرد ونوريه لكم. ايه رايكم في المنظر بتاعه؟ جميل جدا. رايكم لما حولنا الخبز الفاجش؟ خشوا بقى اتفرجوا على الفيديو وانتوا هتعرفوا ايه السر اللي خلانا حولنا الخبز الفاجش. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين؟ ان شاء الله تكونوا بخير في احسن صحه وحال يا رب. تعالوا نعمل النهارده بقى خبز العدس من غير دقيق ومن غير دهون، صحي وايه ينفع للرجيم. معانا كده ايه حبيتين 2 بيض، هنحطهم كل حاجه في الخلاط. عندنا علبه من الزبادي 100 جرام و5. عندنا توابل عباره عن ايه؟ كمون وكزبره، الخلطه اللي انا عاملاها على بعض دي، وتوم بودره وملح وكده ايه، وهنحط شويه جبنه ميكس كده، دول معلقه موزاريلا. وعندنا علبه الزبادي، وعندنا ديت 200 جرام عدس. حطينا حبيتين البيض مع التوابل مع ايه، معلقه خل تفاح لاجل زفاره البيض. هنحط علبه الزبادي 105 جرام. عندي 200 جرام عدس منقوعين بقالهم يجي 10 ساعات كده، نحطهم بالليل متاخر كده والصبح بعملها في المج ده. معيار المج ده عدس ناشف، وعملوا لنا الكميه دي عدس مبلول اهو. غسلته غسيل كويس قبل ما انقعه، ورجعت الصبح نقعته غسلته تاني غسيل كويس. وحطينا حبه جبنه قليلين كده، وهنحط كيس بيكنج باودر وهنضربه في الخلاط. لو يحتاج حاجه تاني نحط له حبه لبن قليلين، محتاجش يبقى كده ايه. وكده هغطي هحط بالظبط كده قد 3 معالق زيت زيتون اهو، مفيش غير 3 معالق. هحط بقى ايه، انا حاسه ان هو الخلاط تقيل على الخلاط مش عايز ينعمه. هنحط بس قد معلقتين لبن، معلقتين 2 اه، ونضرب تاني عشان ينعم. انا عايزاه ينعم اخر هتشوفوا يبقى ناعم جدا. ده يتحط في ده يبقى توست جميل قوي، بس كنت عايزه ورق زبده ما لقيتش عندي، فعشان كده هحطه في صينيه الومنيا بتستحمل اكتر. دهنتها سمنه ودقيق وكده ايه، السمك بتاعه بيبقى عامل زي الكيكه كده. شايفين منظر الكيكه بالظبط اهو. اللهم صل على النبي. نازل حلو قوي. حطه على فرن 180 لحد ما يستوي ونشوف. الصلاه على النبي. شايفين المنظر وهندخله الفرن. انا رايكم لما حولنا الخبز لايه، لفايش، الفرن بتاعي لقيته من تحت ما سواهوش كويس. شوفوا مفتح وعامل ازاي. بالصلاه على النبي. خلاه حلو قوي وجميل بجد ما شاء الله. من جوه شكله حلو قوي وطعمه حلو. لما اتعمل كده لقيت الفرن من تحت مخلاها، ما لقيت الفرن بايظ عندي ما سواهاش حلو من تحت. رحت ايه مقطعاه وحطاه في الصينيه بس كده زي ما انتم شايفين، وعاملاه زي الفايش كده ما شاء الله. فشوفوا بقى من تحت ومن فوق مقرمش وجميل ومفتح زي الفايش، وطعمه نفس الطعم حلو قوي. وبجد جربوه وهتبقى وطعمها حلو. هي المفروض يا جماعه بتبقى هشه وحلوه كده، فهي كانت هشه من على الوش ومن تحت طريه شويه، فرحت عملته زي الفايش كده فطلع حلو. فانا ما كنتش هصوره لكم انزله لكم على فكره، بس لما لقيته في الفايش حلو رحت منزلاه. قلت لا حلو وانزله على اساس برده فكره ان الواحد لما يبوظ منه حاجه ان هو يعرف يستفاد منها ويعمل حاجه هي صح. وشكرا لكم جميعا وبحبكم في الله، ويا رب كده ما تنسوش اللايك وتمام مشاهده حلوه كده. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.